السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض 24 قطعة جاتو بالدقيق العادي ب4 بيضات. هنعمل مع بعض طبعا الكيك الاسبونج بالدقيق العادي. هنطلع معانا 24 قطعة جاتو بطريقة حلوة جدا واقتصادية، مشروع مربح جدا من البيت. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله هتستفيدي مني. طبعا انا دعاء ابراهيم. لو اول مرة تشوفوا قناتي بقدم لكم فيها وصفات حلويات ومعجنات، كلها حاجات سهلة جدا وبسيطة لأي حد ممكن ينفذها بكل سهولة. إن شاء الله قناتي تعجبكم، أتمنى تعملوا جولة فيها، وما تنسوش اللايك واشتراك لقناتي لو أول مرة تشوفوها. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير بتاعتنا. طبعا هنبدأ أول حاجة هنعملها، هنجيب بقى طبعا الوصفة دي لازم بالعجان أو بالمضرب الكهربائي. ما ينفعش طبعا تعمليها في الخلاط أو بالمضرب اليدوي. عايزه اقول لكم ان كل المكونات معانا ساقعه جدا. طبعا اول